نبداو على بركة الله. صافي وهذاك واش مزيان وهذاك صافي نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف العادة معكم أنا فاهم، وكيف العادة اليوم الجمعة إذا فيديو جديد ومعلومة جديدة. اليوم نكسروا الروتين شوية بواحد الفيديو اللي هو بحال قلتي أنا كنهضر معكم، بحال قلتي نتوما حدايا وأنا كنتناقش معكم. اليوم موضوع اللي ماشي موضوع انما تناقش معكم بزاف ديال الامور اللي صراحه غادي تشوفوها ولاحظوها من خلال هادشي اللي غنقول لكم دابا. نكسروا الروتين شويه حيت قلتلكم بديك سيكولوجيا المراه شنو بغات المراه، خلينا ندخلوا المراه واحد الشيء ترتاح ونمشيو ندويو على شي حاجه اخرى. وفيديو ديال اليوم غادي يكون يعني واحد التواصل بيني وبينكم نتوما، سواء الشباب سواء الشبان سواء اي واحد، سواء يعني هذا الفيديو هذا كيخص جميع الناس، جميع يعني كما كانوا، يعني سواء دري صغيره ولا كبيره. ما غاديش يكون تقطيعات، يعني واخا ما غيكونش تقطيعات في الفيديو، غيبقى كما هو بحال الشكل ديال البودكاست. المهم نتوما شوفوا الراي الهضره ديالي واعطينا الراي ديالكم، وديك الساعه نتوما راكم غيكون واحد النقاش. الراي ديالكم غيكون بطبيعه الحال في الكومونتيرات، وإلا بغيتو كاع اننا نديرو لايف شي نهار ما عليك انكم تطلبوها في الكومونتيرات، وما علي الا انني نلبي الطلب ديالكم ويكون ديك الساعه واحد التواصل اللي هو مباشر. ولكن فيديو هكا ماشي تواصل مباشر، ولكن هو تواصل بحال كنوصل لكم رساله وانتوما كتجاوبون في التعليقات بطبيعه الحال. الاهم هو انك دير التعليق ودير لايك واشتراك، ونبداو على بركه الله. غادي نبداو بواحد الحاجه اللي لاحظناها بزاف، ما لاحظتوش باللي من 2019 اولا من 2018 بزاف ديال الامور تبدلات، الحياه تبدلات راسا على عقب. ما تلينا فاهمين والو، ما تليناش عايشين واحد الحياه اللي هي طبيعيه كما موالفينها في السنوات اللي فاتوا قبل 2018. ولكن الا جيتي تشوفوا الواقع غادي تشوفوا بزاف ديال الامور اللي تبدلات، بزاف ديال الامور اللي ما بقاتش كما كانت. غادي نبداوها بابسط حاجه. فاش كيوصل واحد الابن يضرب مو ويضرب باه، راه صافي هنا غنقولوا للدنيا حبسي. باش نوصلوا لهاد المرحله هذا ديال الانحطاط في الاخلاق وفي التربيه وفي بزاف ديال الامور، غنقولوا الدنيا حبسي. دونك راه هادشي اللي كنشوفوه دابا ما هو الا نتاج ديال هادشي اللي تربينا عليه. ماشي تربينا عليه ربونا عليه والدينا، تربينا عليه من جميع النواحي، خصوصا الناحيه ديال التواصل الاجتماعي، من ناحيه السوشيال ميديا، من ناحيه الدوله تاهي عندها يد في هادشي، من ناحيه السياسه، من ناحيه الاعلام. يعني هكا بغاونا نكونوا، هكا بغاونا يربونا باش نوصلوا لهذا المستوى اللي وصلنا ليه، الانحطاط اللي وصلنا ليه. في زمان كان الاحترام للوالدين لواحد الدرجه اللي هو كبيره. في الزمان الا طلع فيك باك عينيه تهبطهم خوفا منه واحتراما ليه. دابا الا طلع فيك باك عينيه طلع فينا تاع عينيك بحال ماشي هو باك كاع ولا ماشي هي الام ديالك. اش هذا المستوى اللي وصلنا ليه الاخوان؟ واش هذا هو الشيء اللي وصلنا عليه الله سبحانه وتعالى؟ حيت دابا ذكرنا الله سبحانه وتعالى اللي هو اعلى مني. الناس كاع ما تلاش باقي خايفين من الله سبحانه وتعالى، عساكت يخافوا من والديهم. والله كما سمعتوا الاخوان، نتوما حنا ما بقيناش خايفين من الله سبحانه وتعالى. باش تشوف واحد كيغوت على بوم، وفاش تشوف وحده خارجه كاسيه عاريه عادي تقول لي لا حريه شخصيه، حريه خليها عندك. سيري احترمي الدين ديالك واحترمي راسك واحترمي والديك اللي ربوك. ولا فاش تشوف واحد كيكبي ويشرب ويسكر ويتبع هادي وهادي، فاش تقول لي لا صاحبي خلينا نعيش الحياه عيشها بالقرب ديالك الله سبحانه وتعالى، ماشي بالبعد ديالك الله سبحانه وتعالى. ربي ما قال لك سير كمي باش تعيش الحياه، قال لك بغيتي تعيش الحياه تقرب مني وانا نعطيك الحياه، ماشي انت تقلب عليها. يعني هذا الشيء كيضرب في الخاطر. راه ما جيش ما خرج انني ندوي هذه الهضره هذه الا وانني
شفت بزاف ديال الامور. وبنادم هنا كيغوت كيقول لك، ودابا كيغوت بنادم كيقول لك علاش الحياه غاليه، علاش وصلنا للغلا في المواد، علاش البركه ما بقاتش، علاش الشتا ما كطيحش، علاش كذا 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 كذا، بزاف ديال الامور السلبيه. بنادم دابا كيغوت علاش؟ السبب فينا حنا، السبب منا حنا فاش طلع. يعني حاجه واضحه وباينه، حنا كنحصدوا داكشي اللي زرعناه، حنا كنحصدوا داكشي اللي زرعناه. الفلاح فاش كيزرع واحد النبته راه كيطلع عليه داكشي اللي زرع، راه ما طلع عليه شي حاجه اخرى ما زرعهاش. راه زرع الذره راه غطلع الذره، زرع المطيشه راه غطلع مطيشه. راه ما يمكنش شي يزرع بطاطا وطلع عليه لفته. صافي انت حنا زرعنا الفساد وقلة النية والشرك بالله، راه غادي نحصدوا المعاناة وصافي، حاجة باينة. يعني ما كاينلاش نغوتو، حنا هادشي حنا اللي بغينا بيدينا. ياك كتقول حرية شخصية، ياك كتقول عيش الحياة، ياك كتقول الناس تطوروا، الناس لقينا بواتنا كيديروا كذا وكذا وكذا. ايوا صافي، دونك عيش حياتك ما تشكاش. ياك انت هادشي اللي باغي عيش حياتك ما تشكاش. ولكن الاصح وهادشي اللي خصنا نديرو واللي وصانا عليه الله سبحانه وتعالى ووصانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، راه ما كنديروش. ابسط مثال نقاش دار بيني وبين واحد الشخص غير البارح، موظف. كنقول له ودي هادشي اللي كدير فيه راه ما صالحش. هاد مثلا الربا حيت هو شاد كريدي في البنكه، وكريدي في البنكه حرام. ربا ما كاينش فيها هضره، ما كاينش فيها نقاش. كيقول لك لا، الا ما جديتش الكريدي باش غندير، باش غنوصل. ما ديرش. ومن يتق الله يجعل الله ولا مشات الايه، يجعل له الله مخرجا. صافي، راه اتقيتي الله راه ربي غيدير لك بزاف ديال المخارج. ولكن فاش كتاخذ الربا راه كيقول لك الربا ودنو بحرب من الله، راه انت كتحارب مع الله. فاش كنت كتقول لي لا انت انا الا ما جديتش الكريدي في البنكه باش غندير هذا، راه كتحارب مع الله سبحانه وتعالى. الحرب راه ماشي بينك وبين راسك ولا بينك وبين اشنو غادي دير، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا سيدي كتقول الله انا ما نسمعش الايات ديالك، انا باغي ندير باغي نوصل بالربا. يعني حرب بينك وبين الله. وهذه بزاف ديال الامور شتي باش تفوز في الدنيا. هذا هو العنوان ديال الفيديو، هو كيفاش نفوزوا في الدنيا، كيفاش نربحوا الدنيا. باش تفوز في الدنيا هو تقرب الله سبحانه وتعالى، هو تبعد على المحرمات، هو توعي الناس بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى وبفضل ديال الاسلام والدين، وداك التكريم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى وعطاه النساء وعطاه الرجال بصفه عامه. هذاك هو الفوز العظيم. اما باش انك تقول لي نوصل وهذا وباش انك تقول راك وصلتي وفزتي، هذاك ماشي فوز، هذاك مجرد انتصار لحظي. ولكن الفوز العظيم هو انك تفوز الدنيا وتفوز بالرضا ديال الله سبحانه وتعالى. هذاك هو الفوز العظيم، هذاك هو علاش تقلب، هو علاش غادي تخدم. انتي اختي، الله سبحانه وتعالى كرمك واحد التكريم اللي هو خيالي. قال بلي الامهات قال بلي الام الجنه تحت اقدام الامهات. اليوم ابنه، غدا زوجه، وبعدو وبعدو الجنه تحت الاقدام ديالك. ولكن هاد التكريم ما رضيتوش به، ما راضينش به. بداعي الحداثه والثقافه الغربيه والتحرر، عايشين في واحد المتاهه اللي ما عندهاش نهايه. انت اخويا ربي عطانا واحد العقل نفكروا فيه، عطانا واحد القوه اللي ما كايناش عند شي واحد اخر، باش اننا نوصل الرساله ديال الله سبحانه وتعالى.
باش اننا نوصلوا واحد الميساج الناس اللي ما واعيينش يعرفوا بالدين ديالنا، ماشي باش نخرجوا الناس من الدين. اذا باش اننا نفوزوا في هاد النية هادي، باش ترجع الحياة كما كانت، هو خاصنا نتقربوا من الله سبحانه وتعالى. راه ربما هاد الشيء اللي كنعيشو دابا عقاب من الله سبحانه وتعالى، ربما حنا ما كنقولوش راه هو عقاب نيت، ولكن ربما يكون عقاب لهاد الشيء اللي كنديروه، ربما يكون عقاب، وربما راه هذه هي النهاية ديال العالم. حنا وصلنا واحد المرحله ديال اننا كنشوفوا بلي الارض ولا بلي العالم وصل للنهايه ديالو صافي. حيت ملي غادي تشوف الاحاديث ديال الرسول تقول صافي هذه هي النهايه اللي قالها الرسول. فاش قال سياتي زمان على امتي لا يهمهم من اين اخذوا من حلال ام من حرام. دابا كنشوفوا بنادم همو غير يجمع الفلوس، ما كاينش فين جاب لك الفلوس، واش حلال ولا حرام. حنا وصلنا ليه. سياتي على امتي، هذا القول ديال الرسول، سياتي زمان على امتي او سياتي في اخر الزمان تكثر فيه الفساد وكذا والزنا والقتل وصلنا ليه. فاش بنادم كيقتل امه وباه، وفاش كتشوف الام كتقتل الابناء ديالها، وفاش كتشوف الام كتحرض بنتها على الفساد، راه وصلنا ليه. اخر الزمان هذا اش كتسنى؟ مازال ما كتقربش الله سبحانه وتعالى. اش كتسنى مازال انت كتشوف هذا الشيء ومازال كتشرك بالله سبحانه وتعالى وكتقلب بالحياه تكون زوينه، ما عمرها تكون زوينه. المهم الاخوان، هذا فيديو كان تواصل بيني وبينكم، وعطينا الراي ديالكم صراحه. انا بغيت نسمع الراي ديالكم، بغيت نشوف الراي ديالكم في هذا الشيء. الكومونتيرات كومونتي ودير الراي ديالك وعطي الراي ديالك وخذ التعبير ديالك كيما انا واخد التعبير ديالي. انا هكا كنشوف الحياه، وقول لي انت الراي ديالك. اي واحد عنده الراي ديالو يحترم، وانا غادي نرد عليك. انا ماشي من الناس اللي غنشوف الكومونتيرات ولا ما نجاوب، غادي نجاوبك ونقول لك واش الراي ديالك صحيح ولا ماشي صحيح. عبر على الراي ديالك. ولا بغيتي كاع نديرو نقاش مطول عندي الحسابات ديالي حطهم تما وتناقش معايا، ماشي مشكل. عندك مشكل باغي تحلو نتناقش معاك انا باش نحلو داك المشكل، ولو انني غادي نحاول انني نعطيك ما هو اكثر، الا انك اجي تناقش معايا المشكل ديالك ونناقشوا نلقاو الحل بالتي هي احسن. فابور ما طلب منك والو، غير اجي في سبيل الله. حيت الهدف ديالي من هذه القناه هذه، انا الاساس ديال الهدف ديال هذه القناه هذه هو نعاون الناس باش ما كان نعاون الناس، سواء حاجه معنويه او ماديه. مازال ما وصلنا ليهاش، جايه في الطريق. معنويه مرحبا، ولكن الماديه هي كاين في المخطط ان شاء الله باذن الله. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يكون عجبكم. تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. اديوس.